موقع ميديكال بريس قال في دراسة إن في رابط بين الفقر والصحة العقلية والنفسية، يعني قلة الفلوس بتخليك أكثر عرضة للاكتئاب والقلق. وحرصا على صحتك النفسية انت ممكن تكسب في مسابقة احنا عاملينها بمبلغ $60. بس استنى لآخر الفيديو، استنى. ايه الكلام؟ هنلخص افلام. ايوه هنلخص افلام. ده روكي، ملاكم عنده 32 سنة، بيشطب، ملوش تصنيف، بيلعب في نوادي مغمورة عشان كام دولار في الماتش. صاحب الجيم اللي بيتمرن فيه اسمه ميك او ميكي، براحتك قولها زي ما تحب. بيعامله بطريقة مش لذيذة، وفجأة بيقفش عليه وبيقول له انت عندك الموهبة بس ضيعت عمرك في الفاضي. الناحية التانية بطل العالم في الوقت ده أبولو كريد، خصمه بيتصاب قبل الماتش بوقت قليل. خلي بالك أبولو كريد، خدت بالك؟ كل المصنفين محجوزين قبل الكريسماس، بطل العالم مش لاقي حد يلعبه. مأساة، حقيقي مأساة. لكن في فكرة طرقعت في دماغه، غالبا أبولو كان بيتفرج عليا. المهم أبولو كريد قرر يلاعب ملاكم مغمور ويديله فرصة عمره إنه ممكن يبقى بطل العالم. المهم لصدفة غريبة جدا بيختار الملاكم روكي بالبوا وبيمضي على الماتش. ملخص يعني الموضوع إن روكي كسب ولا خسر الماتش هيلاعب بطل العالم ويبقى غني جدا. فاهم حاجة؟ يعني ملخص الفيلم، ملاكم مغمور في الفصل الأخير من مسيرته بقى معاه فلوس، واخد بالك؟ وأنا هقول جملة حوارية قالها منظم الماتش الروكي وهو بيعرض عليه الفرصة. روكي، انت مؤمن ان امريكا ارض الفرص؟ طيب انت في سيشن على ما تفرج، ودي فرصة تبقى احسن نسخة من نفسك. فلوس تهينك، تزلك، تزيدك، تقلك، تطلع. الموضوع واضح او ربما مش واضح. انا وانت وغيرنا وكل الناس بتتعلم وبتدور على شغفها وبتعمل حاجات كتير قوي ليها معنى ملهاش معنى، حلال او حرام، عشان الفلوس. كل بتوع الكوتشنج والتنمية البشرية والمدربين والمهندسين والدكاترة، هل لو خرجنا قصة الفلوس كمقابل مادي لشغلهم، هل نواياهم النبيلة هتكون كفاية للاستمرار في عملهم؟ الفلوس رغم كونها شوية أرقام ورق، إلا إنها بتخليك تعمل حاجات كتير وبترفع من جودة حياتك وبتبينك على حياتك. ولما بنشوف فيلم بيبقى الصراع فيه على الفلوس، كل الشخصيات الفيلم ده بتتحول بطريقة غريبة. يا برنس ده في عائلات بتموت بعض على 100 متر سيراميك. فرز تاني. حاجة أخيرة هقولها وبعدين أحكي لكم عن المسابقة. هقتبس من فيلم جري الوحوش أصدق ما قيل عن الفلوس. الفلوس ممكن تشتري الأكل لكن ما تشتريش النفس اللي تاكل، تشتري السرير لكن ما تشتريش النوم، تشتري الدواء لكن ما تشتريش الصحة. نسيت المسابقة. مطلوب من حضراتكم جاوبوا على السؤال ده في التعليقات، وهنختار 3، كل واحد هياخد $20. ايه هو السؤال بقى؟ السؤال هو ايه هم العادات السبعة للناس الأكثر فعالية حسب رأي مؤلف الكتاب، ومين هو المؤلف بتاع الكتاب ده؟ جاوب في الكومنتات، اعمل لايك على الفيديو واشترك على اليوتيوب والانستجرام، وابعت سكرين شوت انك حققت شروط المسابقة، وهتكسب $20 يا برنس.